في قلب التجمع وعلى خطوات من ال90 قطعة أرض كان بيتنافس عليها كتير من المطورين. قطعة أرض مركونة بقالها كتير ومستنيين مين اللي هياخدها، لحد ما خدتها شركة من أكبر الشركات في العقارات عشان تبني عليها مول ميكس يوز، تجاري إداري طبي. النهارده لما نيجي نتكلم عن مول، فأهم حاجة وأنت بتختار وحدتك في مول أول حاجة اللوكيشن. اللوكيشن النهارده قرب كتير من المستشفيات، قرب مستشفى المراسم وقرب المستشفى الجوي، مش بعيد عن المستشفى الجوي، دقايق بالعربيه، وقرب ال90 اللي هو لوكيشن مميز جدا بالنسبه للمحلات التجاريه وبالنسبه للعيادات الطبيه والاستخدامات الطبيه بشكل عام. رقم 2 في المولات شركه الاداره او الشركه اللي هتدير المول. الشركه اللي هتدير المول شركه برنت فاكت، شركه قويه جدا في اداره المولات، ليها سابقه في اداره المولات، تخصصها في الاداره مش الشركه اللي بتبني، ولكن تخصص في اداره المولات، وهي مسؤوله عن انها تاجر لك وحدتك لو انت مش قادر تاجرها، فهي مسؤوله عن اداره المول بشكل عام. فشركات الاداره اللي ماسكه المولات، اللوكيشن بتاع المول هم اكتر ميزتين مهمين في اي مول تجاري، اكتر ميزتين مهمين في اي مكان تجاري او طبي او اداري. فلما الميزتين دول يكونوا موجودين هنا، فمحتاج تلحق في اللونش، محتاج تلحق في طرح الوحدات، انك تختار الوحدات المميزه، لان مول زي دوت مش هيقعد كتير وهيتباع بسرعه. ده شكل المول بتاعنا. بتحط 10% مقدم وتقسط على 5 سنين، ممكن تزود المقدم شويه تحط 15% وتملى 6 سنين اقساط، وممكن لو عايز تقسط على 7 سنين تزود المقدم لحد 20%.